اول تاني. النخلتين في العلالي ما يرد السلام. انا ضحكه في العلالي، انا عش من حمام، انا بندقيه فاضيه ترفع صوت السلام. الله. ان انا قد الدنيا يا قد الدنيا والله. زي ما احنا قلنا كل يوم خميس فيه معاينه. انت من بحري، من كفر الشيخ، من المنصوره، من دمياط، عايزنا كده نيجي كده زي ما قلنا كل يوم خميس، زي ما قلنا وبنعيد ونزيد وبنقول ومش همل وهنقول نفس الكلام. كل يوم خميس المعاينه من وجه بحري. لو انت جاي من كفر الشيخ بمراكزها، الغربيه بمراكزها، المنصوره بمراكزها، دمياط بمراكزها، الشرقيه بمراكزها، البحيره بمراكزها، اسكندريه بمراكزها. هتكلمنا على الرقم اللي هقوله لك ده 0100 879 1285. هتيجي معانا الشركه يوم الخميس، نوصل اخر النهار، هنبيت معانا الاقامه ومعانا الضيافه، ما تخافش. لو عايز تجيب رواقتين كده وحته جبنه حادقه ما يضرش عادي، بس هنا في اكل. وجرة المش النهارده الجمعه اهو، تصلوا على النبي. بنطلع المعاينه مع بعض، بنشوف الاراضي القديمه والاراضي الجديده، ونشوف الحياه اللي المفترض احنا مفتقدينها عندنا، والمفترض انه الكل يجي. عشان كده بنقول ايه؟ خد فكره واشتري بطيخه لبكره. اعتبرها رحله، رايح مصيف، اعتبر ان انت رايح تزور حد قريبك في محافظه ثانيه رايح عنده فرح. هي 600 جنيه رايح جاي، شايلين تلت الاجره بالظبط احنا كشركه على حسابنا. بدل ما هي 900 عاملينها 600 رايح جاي، عشان خاطر تشوف الجمال اللي انت شايفه ده. معاينه جميله معانا النهارده، هنسمع ارائهم، رايهم في البلد، رايهم في الارض، في ريح البلد، اي حاجه يقولوها. الانطباع ده بيبقى جميل جدا لاي حد بيشاهدنا، للواقع على حقيقته من عدمه. سعاده الباشا، رايك في البلد؟ 100 والله بجد والله حضرتك منين؟ من المنصورة. منين حته؟ من منية النصر. منية النصر وميت سلسيل وميت السودان كرنس ودي كرنس وماشي يا عم. ماشي يا عم، نورتنا. يعني البلد حلو حلوة والله بجد. والله. عندك اي اراء؟ لا ولا اي حاجة والله. سعاده الباشا، بني عبيد ان شاء الله من منصور. بني عبيد من جنبنا من عند المرحوم هرماس رحمه الله عليه. المفروض نقول ايه؟ ماشي يا عم. المفروض نقول ايه؟ احنا هنا في ارض الفرافره ان شاء الله، وانا ابراهيم النادي من ديكرنس، وان شاء الله جاي اخد ارض هنا واستصلح وازرع، ومصلحه جاهزه اساسا، وفيها ميه وفيها بيت وفيها كل حاجه. كل شيء متيسر بالنسبه لاي محاصيل او اي انتاج. كل شيء متيسر هنا، العربيات وهنا النقل وهنا شون وهنا الصوامع للقمح وهنا كل حاجه موجوده. ما شاء الله عليك، ده انت راكب المعاينه ما شاء الله عليك مركز. تمام. وشفت البنك الزراعي وشفت المدارس كله طبعا. يعني بلد ادميه ينفع الناس طبعاً. تعيش لا فيها. لا ده تمام وراحه نفسيه اهم شيء، ده رقم واحد في الدنيا، هي راحه النفسيه. انت كنت هنا بتقول في عين التنين من زمان، من 20 سنه. من 20 سنه، ورجعت تعيد الذكريات تاني. كانت هنا مع مهندس زراعي من الشرقيه اساسا. فعلا هم فعلا جماعه هنا من الشرقيه. وكان هنا فيه بير من زمان كان معمول على 1000 على كيلو ربع في الارض. الوضع اتغير في المكان، قبل المكان في تغير حصل. طبعا في تغير كتير. في تغير حصل للاحسن للأحسن. بجد. الارض طبعاً هنا بقى طبعاً. المساحه الوقت بقت اتسعت في الزراعه. المساحه ما شاء الله يعني الواحد بقت إنسان الارض شايف خير يعني الارض إن فيها شاء الله. استجابه ما شاء الله، فيها زرع كويس ما شاء الله. ابويا الحاج، وانت حضرتك برضه واعي جاي فينا عن التنين، لان التنين الارض مشرعه ما بتطبلش ولا في ميه بتعيش فيه، يعني عارف يعني ما بتطبلش؟ لا ما احنا عايزين تطبيل يا عم عشان نفرح. ازيك يا حاج؟ مرحبا. اخبارك إيه؟ منين يا حاج؟ انا من الغربيه ومؤجر ارض في البحيره في ما شاء النبوريه. الله. بس الحكايه دي هناك يعني برضه ايه يعني انا بقالي حوالي شهرين ثلاثه متابعك، وان شاء الله هو حلت بيت تمام. هبيعه وان شاء الله وحاجه اخد بيع 20 فدان، هيبقى 15 عندك زي ما بيت وهيبقى إن شاء عندك الله. ارض، إن شاء والارض الله. هتعمل لك بيوت، لان يا جماعه الارض هي الحاجه الوحيده، الاصل الثابت المنتج. العيال ما اقتنعوش الا لما شافوا باشمهندس انا بعتبر على قناه الأرض- النهار أنا بعتبر الأرض الاسبوع اللي رغيف عدى عيش. اللي عدى ده انا لما اشتري ارض ما بقولش اشتريت ارض، انا اشتريت رغيف عيش. شفت الكلام؟ اشتريت رغيف عيش. رغيف عيش. رغيفك في ايدك. آه. معاك ارض يعني رغيفك في في ايدك. ايدك. انا بقول صح. اشتريت رغيف عيش ما اشتريتش ارض. صح. ده الشعار بتاعي على خد طول. يا عم بتاع دي كرنس، تعالى بسبحتك الحلوه الجميله دي. حاج عربي هناك. اخبارك ايه؟ وحشنا والله. الله يبارك لك يا باشمهندس. انت ساحب بسبحتك كده مالك؟ حبيب قلبي وعمره والله جميل. الله يكرمك ايه رايك يا في الوضع؟ لا جميل والله. اخوك ده تسلم. ما شاء الله عليك. والله جميل. ايه رايك بجد؟ تسلم والله يا انت عم. رحت سينا ورحت الاسماعيليه اكيد ورحت، طبعا اكيد طبعا. الدنيا هنا عامله ايه؟ هنا تفرق كتير. في وراح هنا المعال تفرق
حلوه حلوة. والقصاصين الايام جايه بسم الله ما شاء الله بجد. ما شاء الله والله والله ما شاء الله يا باشمهندس. ريح البلد ريح بأمانة المكان. لا كل حاجه جايه. انت بالذات تقول لنا ريح البلد لانك انت لفيت بسم الله اماكن ما شاء كتير. الله طبعا تمام. طبعا وانا هنا من سنين برضه وفاهم الراجل الدنيا سواق حلوة. لفيت المناطق هنا دي كلها ما شاء الله انت ما اصلا شاء الله. سواق. سواق نقل اساسا ده انت سواق ده انت يا عم ده انت اكتر من 40 سنه شغال زي مدخل اسبان. الحمد لله يعني ما شاء الله بفضل شغال. الله اولا ثم مفيش يعني هنا هنا أباط تجيب في ناس- الاماكن 100% ما حدش يتردد عن اي شيء. يا جماعه عايزين نسيب الوادي الضيق ونطلع للدنيا الواسعه فيه عمار وفيه خير وفيه كل حاجه مناسبه لنا وكل شيء متيسر، ميه شرب اكل شرب جميع كل حاجه، مستشفيات مدارس كل حاجه موجوده. احنا عايزين ناخده بقى نقله السباق دي ب 3000 جنيه اهي نقله جامبو. تمام 3000 جنيه جامبو بجناب ب 3000 جنيه توصلك لحد دماغ الارض بدون عناء. الناس اللي يقول لك ما فيش هناك سباق ما فيش الكلام ده. ما نعملش الشباب السباك حبيبي هندسه الشباب هم اساس بناء الايه؟ المستقبل بالظبط كده. بالذات لما يبقى في القطاع الزراعي. بالذات اللي بقى في القطاع الزراعي بالفكر الجديد بالتحديث هنا ارض بالسوشيال ميديا. المستقبل، هنا ارض المستقبل بجد يعني. المستقبل باذن آه. الله. ان شاء الله بعون الله. شفت رؤيتك لقيتها كده. بسم الله ما شاء الله الارض مستقبل كويسه فعلا. خالص وانتاجيتها كويسه خالص. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك يا فيك. رب. ازيك يا ريس؟ احمد عبد الرازق من محل. ايوه احمد اهو هو ده احمد اهو هو ده احمد قريبك. انت بص هجيب لنا قرايبك بص هتعمل عليها رباطيه هنا. ان شاء الله. اخبارك ايه يا ابو حميد؟ ايه رايك يا حبيبي؟ الارض هنا جميله والله بجد؟ والبلد ريحها زي ما سمعت من قريبك اللي جه خد قبل منك ولا زي ما سمعت وزي ما شفت. زي ما سمعت وزي ما شفت؟ شفت والله. الامر مبشر. مباشر ان شاء الله. شكرا. اهم حاجه ان انت تجيب بقى شباب مشايخ حبايبي. بس هاتها بس كده. الارض نفسها زرع بقى لها 3 سنين والغله السنه دي. السنه دي يعني هي زرعت غله وزرعت غله ثم غله تمام ثم برسيم اهو مطرح الغله ثم دي رجعت غله تاني. بقى لها 3 سنين. شيخنا الحمد لله رب العالمين. استاذنا تربه جميله. تشطيب الارض شكل الارض ريح الارض. حلو بس هنا الليزر هنا برضو معلم فوق قوي. لا ما هو الارض احنا بنقول ايه نعلي فيها ليه من مية، هناك ارض عادي زي بتاع نعلي من المنصورة، هناك فيها عشان مية. لو الارض دي ارض فيها ارض فيها ميه يا جماعه هي جديدة. ارفع ميه كده بايدك ارفع ميه بس بايدك هناك لازم يعلي هناك ارفع عشان مية الري يبقى كويس. هناك الدماغ وهنا الدين. اه باشمهندس اخبارك ايه؟ حضرتك منين؟ من حته نبرو ركبت منين؟ انا ركبت من هو نبرو قاعد في الحفير. وقعد في الحفير. انت قاعد في الحفيرة؟ اول واحد ركب في لا والله من الفجر. انت نورتنا والله. انت بتلف بقالك كذا يوم هنا سمعت ان انت هنا بقالك كذا يوم. ايه رايك في شغلنا؟ لا شغل 10/10 بجد؟ ربنا يوفقك والله. كتنظيم انا متابعك كشغل. اصلا من زمان يعني من 7-8 سنين يعني. وكله تمام بس يعني بتفتح الشركه برضه. ارض ما شاء بس الله حاجة ما مثلا شاء الله حوالي كويسة. 20 فدان هم مثلا ربنا يبارك فيك. مصلحين زي الكف. ربنا يبارك فيك. عندك هنا مثلا 20 يلا يا شباب. فدان يلا. برسيم جديده كل واحد ميه ماشيه من الاول للاخر طول 20 فدان خلاص برسيم لا اجازه ما- 100%. كله زي لكن الفل الارض على الطبيعه اللي يجي يشوف بعينيه كله احسن مننا. يعني ما فيش بيع وشراء بدون ما تتعاين بنفسك. ما فيش بيع وشراء بدون ما تعاين بنفسك. عرفت بقى ان المعاينه على الطبيعه خير دليل. طبعا نعم. البيت منبع النيل فين؟ منبع النيل حاضر هنروح عند منبع النيل.